تخيل تصحى في يوم عادي بس فجأة تكتشف إن الفئران في كل مكان. فرنسا في القرن ال21 بتواجه واحدة من أغرب الكوارث البيئية اللي ممكن تتخيلها. ملايين الفئران بيغزوا الشوارع، البيوت والمطاعم. طب إيه اللي حصل؟ وليه الفئران دي بقت خطر كبير مش بس على فرنسا لكن كمان على العالم كله؟ أول حاجة لازم تعرفها إن الفئران مش بس حيوانات مزعجة، الفئران بتندس بسرعة التكاثر. يعني لو شفت فار في بيتك النهاردة ممكن تلاقي 100 بعد شهر. وعشان كده في مدن كبيرة زي باريس انتشار الفئران بالشكل ده بيبقى صعب السيطرة عليه. لكن الخطورة الحقيقية مش بس في عددهم انما في الامراض اللي ممكن ينقلوها. والفئران معروفة عبر التاريخ انها بتنقل امراض قاتلة، اشهرها طبعا الطاعون اللي قضى على ملايين البشر في اوروبا. دلوقتي الفئران ممكن تكون سبب في عودة امراض زي الحمى النزيفية اللي بتنتقل عن طريق بول الفئران، وكمان فيروسات تانية زي السالمونيلا اللي بتنتقل عبر الاكل والمية الملوثة. المشكلة الكبيرة بقى ان الحكومة الفرنسية منعت اي حد من ايذاء الفئران. القوانين الحالية بتحظر استخدام اي اساليب عنيفة للقضاء عليهم بسبب اعتبارات حقوق الحيوان. يعني بدل ما الناس تحاول تتخلص منهم لازم يلاقوا حلول غير مؤذية، وده بيخلي المشكلة تكبر اكتر واكتر. تصور ان الفئران دي بتتكاثر بحرية والسلطات بتحاول تحل المشكلة بطرق سلمية. طيب ايه الحل؟ الحكومة الفرنسية بتحاول تستخدم حلول زي التطهير والمراقبة المستمرة، بس التحدي هنا كبير جدا. الفئران عندها قدرة عالية على التكيف مع السموم والفخاخ، وده بيخلي الموضوع اصعب بكتير من مجرد مكافحة تقليدية. ده غير ان القوانين اللي بتحمي الفئران بتعقد الامور اكتر. في النهاية الفئران دي مش مجرد حيوانات صغيرة غير مؤذية، لا دي ممكن تبقى السبب في ازمة عالمية جديدة. الفئران اللي في شوارع فرنسا دلوقتي ممكن تكون السبب في انتشار وباء عالمي جديد، وده اللي يخلي العالم كله في حالة استعداد. فلو كنت فاكر ان الموضوع بسيط كده فكر تاني. لو حابب ان انا استمر حط لايك واشترك في القناة عشان استمر، واعتقد ان الفيديو ده هينال اعجابك. سلام.